بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم. كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله في هذا الفيديو بنحل أسئلة امتحان مصر 2023 دور أول ثانوية عامة نظام الأوبن بوك. احنا هنركز مع بعض في هذا الفيديو. طبعا احنا بنحل من كتاب نيوتن، بداية من المسألة رقم 49. مسألة رقم 49 بتقول أي شكل بياني يمثل العلاقة الصحيحة بين فرق الجهد بين طرفي المقاومة الثابتة، ماشي كده، اللي هو قراءة الفولتميتر وقراءة الأميتر عند ثبوت درجة الحرارة. طالما قال لي ثبوت درجة الحرارة يبقى ده على طول قانون أوم، وبالتالي أنا عندي هيبقى الاختيار الصحيح بتاعنا هيبقى طبعا اللي هو الشكل رقم واحد، اللي هو طبعا عارفين إن الفي والآي علاقة طبعا طردية، وبالتالي الاختيار الصحيح بتاعنا هيبقى الاختيار دي. ده سؤال بسيط مفيش فيه أي حاجة. انتقلنا بعد ذلك إلى المسألة رقم 50. المسألة رقم 50 بتقول يمثل الشكل دائرة كهربية مغلقة، فعند فتح المفتاح كي فإن نركز كده مع بعض. احنا عارفين ان مفتاح كي يعني اللي جنبه مقاومة ار متصلة على التوازي مع مقاومة ار. طب لما نيجي نفتح المفتاح ده، تمام، المقاومة الكلية بتاع الدائرة سوف تزداد، أو عند الفتح، عند فتح كي المفتاح يزداد ار كلي. احنا عارفين لأن طبعا في حالة التوصيل على مقاومات على التوازي هنا المقاومات بتقل. طب هي كانت أصلا مقاومة متصل على التوازي وفتحنا المفتاح، يبقى إذا المقاومة هنا سوف تزيد. طالما المقاومة زادت يبقى شدة التيار سوف تقل، يعني قراءة الأميتر هنا سوف تقل. طب تعال نشوف بقى هنا الفولتميتر هنا موجود على البطارية، والبطارية دهيت لها مقاومة داخلية. يبقى إذا أنا عشان أجيب قراءة الفولتميتر ده هنقول الفي بي بتساوي الفي باتري ناقص الاي في الار سمول. فاحنا قلنا هنا اي قلت، طالما اي قلت يبقى على طول قراءة الفولتميتر سوف تزداد، وبالتالي هيبقى عند الاختيار الصحيح بتاعنا ان قراءة الاميتر سوف تقل بينما قراءة الفولتميتر سوف تزداد، وبالتالي الاختيار الصحيح بتاعنا هيبقى الاختيار ألف. دخلنا بعد ذلك إلى مسألة على توصيل المقاومات. احنا ما نخافش من لما يقول لي مقاومات ار. مسألة بتقول وضح الشكل جزء من دائرة كهربية. بقول لي فإن قيمة المقاومة المكافئة لمجموع المقاومات الموضحة بالرسم بتساوي. طبعا نركز كده مع بعض. طبعا المسألة بسيطة ما فيش فيها أي حاجة. هو بيقول لي هنا أنا عندي هنا 3 أفرع، يبقى ال3 أفرع طالما معايا أفرع متعددة يبقى إذا ال3 أفرع متصلين على التوازي. فبص كده الفرع اللي فوق ار وار، يعني هنقول هنا افترض إنه كل مقاومة من هذه المقاومات بواحد، يعني هنا واحد مع واحد يبقى الفرع اللي فوق هيبقى 2. الفرع الأوسط ار يعني هنقول مقاومته هتبقى بواحد. هنا الفرع اللي هو اللي تحت ده الأسفل ار وار يعني واحد واحد هيبقى 2، وبالتالي هنقول 1/2 زائد 1/2 زائد 1/1، ونقفل القوس ونخليها -1. هتطلع على طول المقاومة المكافئة هنا هتطلع نص. يبقى إذا الاختيار الصح بتاعنا هيبقى الاختيار ج اللي هو R/2. بعد كده انتقلنا إلى المسألة رقم 52، ودي مسألة هامة على كرشوف، وطبعا احنا كنا حلنا قبل كده في فيديو لوحدها. المسألة رقم 52 بتقول لديك دائرة كهربية كما بالشكل، الشكل اللي معانا ده. بيقول لي فإن النسبة بين I3 اللي هو I3 طبعا اللي هو تيار المقاومة 2، و I2 اللي هو تيار المقاومة 4، النسبة دي هتساوي كام؟ طيب احنا عشان نحل المسألة دي طبعا هنحلها بكرشوف. هناخد المسار الخارجي ككل، يبقى انا عندي دلوقتي هنطبق هنا كرشوف الثاني. طب لو احنا خدنا المسار اللي هو الخارجي اللي تحت ده،
من أول هنا 2 في بي، يبقى 2 في بي همشي كده مش هتقابلني إلا المقاومة 2 اللي هي تيارها طبعا اي 3. يبقى إذا 2 في بي بتساوي 2 اي 3. طير الاتنين مع الاتنين، يبقى إذا الفي بي هتساوي اي 3. يبقى إذا الفي بي هتساوي طبعا اي 3. طيب بعد كده بقى هناخد المسار التاني اللي هو المثلث اللي فوق ده. المثلث اللي فوق ده هو انا عندي عندي في الفي بي هنا اهو. الفي بي هتساوي، واحنا ماشيين كده هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان ان اللي هو اي 3 اللي هو تيار مقاومة 2 مع مع مسار الافتراض، يعني الاتنين ماشيين مع عقارب الساعة. يعني هنقول هنا ايه؟ هنقول الفي بي هتساوي 2 اي 3. واحنا لما نكمل بقى المسار هنجد ايه؟ هنجد المقاومة 4 اللي هي تيارها اي 2 هيبقى طبعا هنا عكس اتجاه الافتراض بتاعنا. يبقى اذا هنقول هنا سالب طبعا 4، سالب 4 اي 2. يعني ديت سالب 4 اي 2 لان طبعا ضد الايه؟ ضد الافتراض اللي احنا افترضناه. وبالتالي هشتغل بقى الفي بي واحط مكانها اي 3. يبقى اي 3 بتساوي 2 اي 3 بتساوي طبعا سالب اي 2. لو احنا نقلنا 2 اي 3 الطرف الآخر هننقلها بإشارة مخالفة، يبقى في النهاية يبقى إيه؟ سالب أي 3 بتساوي سالب 4 أي 2. السالب هيطير مع السالب هيتبقى لي 4 أي 2 بتساوي طبعا أي 3. يبقى أي 3 على أي 2 هتساوي 4 على 1. وبالتالي الاختيار الصح بتاعنا هيبقى الاختيار د. بنحل ببساطة وبس، ما محتاجين بس الناس تركز معانا. بعد كده بقى انتقلنا إلى المسألة رقم 53. المسألة رقم 53 بتقول في الدائرة المقابلة إذا كانت قراءة الفولتميتر وزالق الريوستات عند النقطة A، يعني عند النقطة A هنا تمام. هنا مقاومة الريوستات هنا تساوي صفر لأن لسه ما اتحركش. بتقال لي هنا عند النقطة A هنا قراءة الفولتميتر كانت بتساوي طبعا 12 فولت، وقراءته عند تحريك الزالق إلى النقطة B بتساوي 3 فولت. لما حركنا بقى الزالق من A إلى B قراءة الفولتمتر في الحالة الثانية ديت كانت 3 فولت. بيقول لي إيه؟ فتكون قيمة المقاومة المأخوذة من الريوستات بتساوي نقطة. طبعا احنا عارفين لما كان الريوستات لما كان الزلق عند النقطة A في هذه الحالة تمام كده. أنا عندي عندي هنا الفي ده هي تساوي الفي بي، لأن طبعا احنا عارفين هنا ار سمول بتساوي صفر. يبقى إذا على طول عندي الفي بي على طول هتطلع 12 فولت. طب بعد تحريك الزلق احنا قلنا هنا قراءة الفولتميتر في الحالة ديت عند تحريك الزلق من النقطة A إلى النقطة B. في هذه الحالة هنا قراءة الفولتميتر كانت 3 فولت، وبالتالي اقدر اجيب بقى التيار في الحالة ديت. التيار طبعا في حالة تحريك الزلق هتساوي ايه؟ هتساوي في على ار. طب انا عندي الفي ب3 والار ب5 يبقى 3 على 5 يطلع 6 من 10. طبعا احنا عارفين من قانون كورشوف الثاني الفي بي هتساوي طبعا مجموع الفي على المقاومات الخارجيه. يبقى اذا انا عندي على طول الفي بي 12 هتساوي طبعا الاي اللي هي 6 من 10، نفتح قوس بقى الخمسة زائد طبعا الار اي بي اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت الريوستات اللي احنا خدناها من الريوستات. يبقى اذا انا قسمت 12 على 6 تمام وسويتها بخمسة زائد ار اي بي هتطلع قيمة المقاومة المأخوذة من الريوستات طبعا 15 فولت. وبالتالي الاختيار الصحيح بتاعنا هيبقى طبعا الاختيار ج. بعد كده بقى دخلنا على المسألة الأخيرة اللي هي مسألة رقم 54 في كتاب نيوتن. بيقول لديك 4 أسلاك مصنوعة من مواد مختلفة. فهو بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي مستخدما البيانات اللي على الرسم، يعني الحاجات اللي على الرسم نركز عليها شويه. بيقول لي اي الاسلاك التاليه يكون اعلى توصيليه عند نفس درجه الحراره. طبعا عارفين
هركز على قانون التوصيلية اللي هي السيجما بتساوي طبعا ال على ار كابيتال في باي ار تربيع. فاحنا هنحذف هنا الباي من المقارنة، وبالتالي يعني ممكن اقول على طول نبدأ بقى نستخدم. هنقول هنا 2 بالنسبة للأولانية، يبقى ال هتبقى ب2 على 4 في 1 على 4 تربيع، يعني ده تطلع على طول 8. تمام. وهكرر بقى الكلام ده على باقي الأسلاك، تطلع على طول القيمة هنا. يعني أكبر سلك أكبر توصيلية طبعا هيبقى السلك طبعا رقم 1. وطبعا احنا بنشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى فيديوهات أخرى في مراجعة الثانوية العامة 2024.